هذه البساتين الشاسعة والمناطق الوعرة التي يطلق عليها الزور لطالما كانت عصية على القوات الأمنية لسنوات، هي من أهم معاقل داعش. منها تنطلق العمليات وتطلق قذائف الهاونات على العوائل في القرى المحيطة. قيادة عمليات دجلة باشرت بتنفيذ عملياتها لاقتحام الزور وتطهيره، وتم تطويق منطقة الزور بشكل كامل، واستخدمنا الماء من أجل أن يخرج الجرذان من جحورهم. تمكنا من أن نجد 3 مضافات للعدو في هذه المنطقة، في منطقة الزور، في الجزر الموجودة في نهر ديالى، وتم تدمير هذه المضافات بالكامل. القوات الأمنية تقدمت صوب أهدافها راجلا وبالعجلات، اعتمدت على معلومات استخباراتية وصفت بالدقيقة، وتمكنت من بلوغ أهدافها سريعا. البحث جاري لأنه تركوا المكان ولبسوا ملابس مدنية حسب معلوماتنا الاستخبارية ودخلوا مع المدنيين، لكن متابعة الجهد الاستخباري لحد الآن متواجد بالمنطقة، إن شاء الله نلقي القبض عليه. عملية التقدم لم تنحصر بالمناطق اليابسة والبساتين. عناصر داعش قاموا بإخفاء الأسلحة والأحددة بصناديق بلاستيكية قريبا من نهر ديالى وداخله. الحقيقة العدو يحاول أن يضع أسلحته ومعداته في صناديق بلاستيكية ويرميها في نهر ديالى، وفعلا عدد كبير من هذه الصناديق ذهبت مع المياه. قواتنا الأمنية تمكنت من أن تنظف منطقة الزور من هؤلاء الدواعش، والآن إن شاء الله المنطقة أصبحت آمنة. هادي العنبقي، الحرة، ديالى.